إلى تمكين مدينة فاس من بنيات مطارية حديثة تستجيب للمعايير الدولية، بما من شأنه تعزيز صيتها العالمي والاستجابة للنمو المضطرد في حركة نقل المسافرين ومصاحبة الطفرة السوسيو-اقتصادية والسياحية التي تشهدها الجهة برمتها. في المحطة الجديدة بيسعى المسافر ملامسة تحف فنية متفردة من إبداع فنانين مغاربة ذائع الصيت، والتي ترتبط مواضعها بتاريخ مدينة فاس والجانب الروحي والعلوم والسفر. ومن بين هذه التحف القبة المعلقة، وهو عمل للفنان فوزي العتيريس، واللوحة وطائر اللقلاق الذي هو عبارة عن منحوتة للفنان عبد الكريم الوزاني، والزهرات السبع وهو عمل فني منجز من طرف يونس رحمون. تعد المحطة الجديدة لمطار فاسايس مكانا حقيقيا للعيش، تحتفي بالتراث المعماري للعاصمة الروحية وبخبرة الصانع التقليدي المغربي. تتميز هذه البنية المطارية الجديدة المزودة بأحدث تجهيزات بهندستها المعمارية العصرية وبزخرفتها الأصيلة، التي تمثل مزيجا متفردا يزاوج بين اللمسة الإبداعية العصرية والبصمة التقليدية السائدة. يندرج هذا الإنجاز في إطار برنامج الرفع من قدرات المطارات المنفذ من طرف المكتب الوطني للمطارات، والذي يتوخى في المقام الأول تعميم الملائمة مع المعايير الدولية في مجال سيولة حركة النقل الجوي والسلامة الجوية والأمن وجودة الخدمات. همت أشغال توسعة مطار فاسايس على الخصوص بناء محطة جديدة بمساحة إجمالية قدرها 28 ألف متر مربع، وتوسعة حظيرة الطائرات لاستقبال 4 طائرات إضافية، منها طائرة كبيرة الحجم، وتهيئة مسلك طرقي جديد للربط بالمدرج. وستتيح مختلف هذه التجهيزات الرفع من طاقة الاستقبال السنوية للمطار إلى 2,500,000 مسافر عوض 500,000 حاليا. من أجل الاستجابة المثلى لحاجيات وانتظارات المستعملين المغاربة والأجانب، تم تزويد المحطة الجوية الجديدة بتجهيزات تكنولوجية متطورة تستجيب للمعايير الدولية المعمول بها في مجال السلامة والأمن وجودة الخدمات. تتميز المحطة الجوية الجديدة بهندسة عصرية تتيح الاستغلال الأفضل للفضاءات من أجل تدبير سلس للمسافرين، إلى جانب توفير إضاءة طبيعية بفضل واجهات زجاجية على الجهتين المقابلتين للمدرج والمدينة، والتي تتيح للمسافرين فضاء داخليا جذابا. يشكل تزيين وتأثيث هذه المحطة مزيجا بين تجليات الإبداع الحديث وفنون الصناعة التقليدية، ما يبرز مكانة الصانع التقليدي المغربي. يتم في هذا الفضاء عرض تحف فنية متميزة من وحي إبداع فنانين مغاربة تجسد الفن المغربي في كافة تنوعه وتعدد روافده، لتحكي عن مراحل تاريخية مختلفة، وهي تذكر المسافرين بأن الفضاء الذي يستقبلهم يحتفي بالثقافة والحداثة والإبداع. تشمل المحطة الجوية الجديدة لمطار فاسايس على بهو عمومي وقاعة للإركاب ومنطقة للتجارة معفية من الضرائب ديوتي فري والمطعمة وبهو للوصول، كما تضم مكاتب لمؤسسة محمد الخامس للتضامن مخصصة لتقديم النصح والمساعدة للمغاربة المقيمين بالخارج، وأبناكا ووكالات لصرف العملات، ومنطقة لتسليم الأمتعة بها 3 سلاسل متحركة، ومصالح للمراقبة الصحية، وموقفا للسيارات يتسع ل800 سيارة. يأتي تدشين جلالة الملك لهذه المحطة الجوية بمطار فاسايس لتعزز المكانة الدولية التي يحظى بها هذا المطار، الذي سجل برسم الفترة ما بين
2006 و2016 نموا مضطردا في حركة المسافرين برقمين مع معدل ارتفاع سنوي تفوق نسبته 13%. تضاعف عدد المسافرين الذين عبروا المطار بأزيد من 3 مرات في أقل من 10 سنوات، مرورا من 228,399 مسافرا في 2006 إلى 892,974 مسافرا في 2016. وإنجاز نوعي يترجم العناية السامية لجلالة الملك بمدينة فاس وساكنتها، ورغبة جلالته القوية في منح هذه الحاضرة العلمية والروحية والأكاديمية كل المقومات التي ترقى بها إلى مصاف الحواضر الراقية، وتجعل منها مدينة منسجمة تمنح قاطنيها متعة العيش والحياة الكريمة اللائقة.